المنظر ده انا اول مره اشوف موزه عامله كده يا جدعان. دي مش يا نهار ابيض، حتى الريشه عنده مدهننه. كلاكيت تاني مره في شبرا مصر يا جماعه، ولما عملنا اصلا نتغدى فين في شبرا قلت لنا عبده الجزار. المره دي ترشيحكم انتوا، واتمنى من الله اتبسط عشان دي في مسؤوليتكم انتوا. الله ينور يا رجاله، الله ينور. الدخان هيطلع معاك يجوعك هيجوعك. بص الدخان ماشي معانا ازاي. نبتدي بالمشويات، لان قال لي واحد من الاداره قال لي انضف مشويات هتاكلها في حياتك، وخير ما نبدا به هو الطرب عشان يبقى الكوليسترول فوق. شايفين دي؟ ده كوليسترول في السما. المنظر ده هيخلي الكوليسترول فوق خالص. بسم الله. في احساس غريب، الطبقه اللي بره بتاعت الدهنه بتاعتها مقرمشه، منديل الطرب مقرمش من بره. انتوا حاسين باللي انا بقوله؟ في قرمشه من بره، شايفين قرمشه بتاع زي ما يكون متحمصه يا جدعان. دي مشو يا نهار ابيض على الطرب ده، انا بدوس عليه بالراحه. ده جزار عايز يدمرنا، ده جزار حقيقي شكله. بسم الله. خش على الكفته. هنا بقى كفته الجزار عامله ازاي من جوه، لكن انت قول وفعل يا عبده يا جزار. تعال نشوف الريش اخبارها ايه. الريشه يا صديقي بتلمع زي ما انا شايفها بعيني، عناية المجرده جايباها بتلمع. هل في الكاميرا جايباها بتلمع؟ طب ما نسمي الله. الريشه بص، حتى الريشه عنده مدهننه. يا خرابي يما. انا بعتذر لك يا عبده يا جزار ان انا ما جيتلكش قبل كده، انا غلطان. انت برنس بأمانة الله. انا جاي بمزاجي هنا. هم صحيح هيهتموا بيا كشكلا لما عرفوني وبتاع، لكن بأمانة الله هو الاكل اللي طالع للناس. يعني هو ده الاكل اللي طالع للناس وطعمه سكر. بأمانة الله انا منازل سبونسر، انا جاي بمزاجي، جاي اتدلع، وده على ترشيحاتكم. ودي الموزه يا صديقي يا عزيزي، دي الموزه اللي احنا جايين لها عشان ناكلها. ولكن ايه، ما دبتش معانا، ما نزلتش معانا يا عبده يا جزار يا عمنا. يمكن يا لهوي. البتاع الاكل كله عنده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ انا اول مره اشوف موزه عامله كده. انتوا ايه يا عم؟ الحاجه بتلمع زي ما انتوا انا شايفها بتلمع، انتوا شايفينها ايه يا جماعه؟ ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ ده الحته اللي بره مقرمشه يا عم. مش خساره فيا والله. هات كده معلقه رز بشعريه، حط فوقها حته موزه، وغطي الكاميرا. والله العظيم حته اللحمه دي طازه، حته اللحمه دي طازه والله العظيم. دي رجل خروف مذبوح النهارده. ايه ده؟ ايه ده اصلا؟ لحمه وردي. بص المنظر، لحمه الموزه وردي. اللحمه لما تبقى لونها وردي دي تاخد 10 من 10 ونجمتين. انا عايز انجز عشان انا عندي حاجات كتير هاكلها. ده المفروض عكاوي، والجزار لما يديك عكاوي بقى ايه، اكيد مختار لنفسه حتت. الموزه ما كانتش دايبه الصراحه، بس حته لحمه فريش. هل بقى العكاوي دايبه؟ اوه نار نار ولهب لهب. سمي الله وانزل كده. دي ماشي كده دايبه حياتنا. ايه ده؟ شويه صوص مع البصل. خليني امين معاك، العكاوي في اي حته وطعمها حلو، هنا طعمها حلوين حلوين ثلاثه. طيب نسيبنا من الكلام ده ونخش على السجق. هات لي ورقه السجق وورقه الكبده. انا بنجز عشان ما تقولوش هاني عامل دعايه للراجل ده. بامانه الله شاهد عليا ربنا امام الله ان ده اعلان، وانا جايب مزاجي وقايل لهم هدفع حق الاكل كمان. انا مش انا كل اللي استاذنته فيه مدير المكان، ولو هو موجود وحضر الكومنت يعني حضر الفيديو ده وشافه، اكتب وقول اللي انا قلته. قول له هاني فوق جه واستاذن ان هو يصور، بس ما طلبش مني غير كده. قلت له اسمح لي بس ان اصور. دي حاجه انا بعملها لما اخش المطعم، قول له استاذنك هصور، ينفع قبل ما اطلب الاوردر ولا لا؟ لو قال لي ينفع بخش. والله على الملوخيه، الله عليك، ريحه جميله. نضيف ولكن دراي من جوه، ناشف ما فيهوش دهون خالص من جوه. الكلام اللي انا بقوله ده هل هيوضح عندك في الكاميرا؟ معرفش ولا لا، بس بص ممكن مثلا لما يبان لما اجي اقطمه. فهمت اللي انا عايز اقوله؟ مش جوسي، هو من جوه مش جوسي، هو دراي. وحتى لو تيجي تتنيه، لو عايز تقرص عليه بايدك، فاهم؟ مش اللي هو يتني، لا هو تقريبا
مليان لحمه مش دهون. الكبده بص، الكبده بالسمنه، ودي السمنه كوليسترول هيطير مني، كوليسترولي. اي دكتور باطنه بيتفرج عليا يا دكتور خش ابعت لي مسج على الانستجرام، انا هرد عليك واقول لك الحقني يا دكتور اعمل ايه في حياتي، عشان انا بدمر نفسي. كبده بلدي بس سبايسي موت، يعني تحسسك ان انت في مكان ايه اللي هو بيعمل كبده المحرق اللي هي فيها فلفل حراق قوي. بص فلفل حراق كتير فسبايسي قوي، فانا مش حاسس بطعم الكبده البلدي. الكبده البلدي يا حاج عبده انت راجل استاذ في اللي فات، والموزه عالميه، والمشويات 10 من 10 من 10 من 10 بامانه الله. دي ما تديهاش غير زبده وفلفل وملح. حل بالنيفه. وهحلي حاضر. الليفه ولا القمر دي؟ يا بوسه القمر دي ولا النيفه؟ تعال نشوف الطاجن ده لانه جديد عليا. ده طاجن نيفه بورق يا نهار ابيض، عايزين مني ايه؟ بقول لك ايه، ما تقلبولي كده يا خرابي. ايه طاجن فدي، خلي بقى الفاضي ده هنا كده. حته النيفه يا جماعه يقال انها لازم تبقى طريه وناعمه. ناعمه قدامك في الكاميرا يا صديقي. بص اللحمه، هل يا صديقي باين ان هي ناعمه؟ ها باين قدامكم؟ عايز اقول لكم ان هي سخنه مولعه. انا عمال اوريها لكم عشان تبرد شويه، بتلكك ان انا بوريها لكم عشان اعرف اكلها لان ملهلبه باين عليها. بسم الله. لا تهدى شويه وارجع لها تاني، دي نار دي. شويه ملوخيه وشويه رز بشعريه، شويه رز بشعريه بيتي وشويه ملوخيه بيتي، واحده ست. يعني انا اعتقد ان اللي بيعمل ملوخيه هنا واحده ست، مع احترامي للشيف اللي جه يعني يقدمها لنا. التقديم حاجه والطبخ حاجه. زي ما اللي بيقدم لك الاكل هنا ويتر، لكن مش هو اللي طبخه، الطباخ الشيف. حمامه بالفريك مصفره، دي اللي يتقال لها يا صفرة. هل فريكها اخباره ايه؟ عايزه طبق فاضي. تعالوا نسمي الله. شفتوا مش بقول لكم صفرة من جوه اهو. هل الفريك مفلفل 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 مفلفل؟ كان المفروض اقطمها الاول بس انا سرحت معاكم. شوف عشان بعمل، شوف من اجلك انت فرجتك عليها وانا سرحت والذ قطمه راحت مني. يا صديقي لما الحمام يبقى لحمته بالمنظر ده تعرف ان ده حاجه محترمه نظيفه. أزرة اسمها الأزرة، يعني ابويا كان بيقول لي كده. استمتع بامانه. عايز اقول جمله بس، تحيه ليك يا شيف اللي عملت الفريك بالمنظر ده. بص كده يا صديقي، الكبد والقوانص موجوده والفريك مفلفل فلفله نظيفه ومستوي حلو، مش مهري ومستوي حلو. الفريك بقى فيه عضه صغيره كده، دي متعه الفريك. ندوق الممبار بتاعهم، وده المنظر ممبار الجزار نفسه بقى. شوف لما الجزار يبقى شايل الممبار لنفسه. خايف اقول لك حاجه تضحك عليا، في ممبار اسمه ممبار صيني بيتباع، جلدته ما بتبقاش ليها عضه حلوه. الممبار البلدي بيبقى ليه جلده عضتها حلوه. ده ممبار بلدي، صدقيني يا امي مش هكدب واقول لك ان هو احسن من ممبار امي. امي انا بحبك، واحلى ممبار امي اللي بتعمله بامانه، بتحمره في سمنه كده تحفه. عبده الجزار يا امي، والمستوى اللي بعد منك على طول بامانه الله. هديتي ولا ايه؟ طمنيني عليكي. شوف طاجن النيفه بورق العنب. عبده جزار محترم، مطعم عبده جزار ده محترم قوي. اوعى تيجي ما تاخدش المشويات، المشويات هتمتعك. الحمام اللي بيحب الحمام حلو مفيش كلام. ممكن الكبده والسجق نستغنى عنهم والنيفه نستغنى عنها. الموزه ما تسيبهاش، لو انت اكيل موزه ما تسيبهاش. بص ارجع معايا للي انا بقوله. حته موزه نظيفه قوي، حته لحمه نظيفه فعلا، مش لحمه اتسلقت وقعدت لها شهر في الثلاجه. لا 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 لا، حته لحمه وردي. رقم واحد الصراحه فيه مشويات. انا ما اقولكش تيجي عبد الجزار وما تاكلش مشويات، لا خد المشويات وهدخله معانا في مقارنات كتير. اقفل الفيديو وابقى ما انت الله. ده اعلان لعبد الجزار خالص، انا جاي استمتعت بس. ده شهاده قدام ربنا في اللي انا بقوله، ويمكن الناس صحاب المكان يقولوا لو انا خدت منهم فلوس. اقفل الفيديو. كان معاكم هاني فود، ما تنساش تعمل لي فولو ولايك. سلام.